شخصيات الكرتون المشهورة أغلبها شخصيات حقيقية، والنهاردة حبيت أقدم لكم مجموعة من شخصيات الكرتون والشخصيات الحقيقية اللي اتعملت عليهم. وقبل ما أبدأ بعتذر إني ما بنزلش أي فيديوهات، كنت مشغول الفترة اللي فاتت بسبب شغل والعيد بقى، بس بدعمكم هيخليني أستمر. عاوزين نوصل ل 3000 مشترك في أسرع وقت، ويلا بينا نبدأ الفيديو. الشخصية ماجو، والمعروفة بقصر النظر، وهو من أفكار الكاتب ميلاراند كوفمان. بيت بيرنس وزملائه استلهموا الشخصية دي في الواقع من الممثل الكوميدي WC، ده اسمه مش هزار والله، وده بعد عرض أفلام قصيرة له في وقت لاحق. لما تشوف الصورة دي هتفهم هما جابوا الشخصية دي منين. شخصية باباي البحار من أشهر الشخصيات الكرتونية في الواقع. فرانك فيجل، وهو بحار حقيقي بعين واحدة، وتعرف انه بيحب يخوض المعارك بالايادي والانابيب، وهو شخصية باباي الحقيقية. شخصية الطفل المشاغب دينيس اللي دايما بيعمل مشاكل وتخريب، هي في الواقع شخصية ابن رسام الشخصية لويت كيتشام. خد فكرة الشخصية من ابنه دينيس بعد ما صرخت مراته وقالت له ابنك خطر بسبب انه شقي وبيعمل مشاكل كتيرة. الشخصية الشريرة الأشهر في أفلام الكرتون وهي الساحرة ماليفيسنت من فيلم الجميلة النائمة. كانت شخصيتها مقتبسة من إليانور أودلي، وهي ممثلة أمريكية اشتغلت وقتها في الراديو. اتعرف صوتها كصوت معروف لشخصيات كرتونية مختلفة. على الرغم من الجنية المشهورة كتبها الكاتب جي إمباري لمسرحية بيتر بان سنة 1904، واتجددت في رواية باري بيتر وويندي سنة 1911، لكن نسخة ديزني الشهيرة اتصممت بشخصية الممثلة مارجريت كيري. الشائعات اللي انتشرت ساعتها ان تينكر بيل بتجسد مارلين مونرو، بس ده مش صحيح. الشخصية العصبية في لوني تونز المعروفة واللي اشتهرت بلبس رعاة البقر، كانت معمولة في البداية على شخصية المخرج فريتسي فريلانج، لكن الإصدار الأحدث اتعملت على الشخصية الكرتونية للأمريكي ريتشارد ريد سكيلتون. فيلم سنو وايت والأقزام السبعة، وهي شخصية اقتبست من مارجت شامبيون، وهي ممثلة أمريكية كانت مناسبة يتعمل عليها شخصية سنو وايت. شخصية لولو الصغيرة هي استلهام ذاتي للرسامة مارجروي هندرسون، واللي اشتهرت انها بتعمل شخصيات عن نفسها كبنت صغيرة. شخصية بوكاهانتس هي عن إيرين بيدارد، وهي أمريكية من أصول الهنود الحمر، وما كانتش بس دي الشخصية اللي عملتها، فكانت ملهمة للرسامين والفنانين فاستوحوا تفاصيل الشخصية وحركاتها منها. اقتبست شخصية بيل في فيلم الجميلة والوحش من الكاتبة والمنتجة شيري ستونر، واللي كانت في فترة التسعينات اشتغلت في شركة ديزني، وكانت نموذج لكتير من شخصيات الكرتون لديزني زي أريل حورية البحر وبيل في الجميلة والوحش، واللي بتشبهها حتى في الملامح. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وبكرر اعتذاري ان ما بنزلش فيديوهات دايما. بدعمكم هستمر. اكتبوا اقتراحاتكم في الحلقات اللي جايه، عايزيني اتكلم عن ايه تاني. اتمنى تتفاعلوا في القناه، مستني دعمكم. سلام.